الاهلي كبير، الاهلي كبير واكبر من اي حد يا شناوي. الاهلي كبير واكبر من اي حد يا لعيبه الاهلي. الاهلي كبير واكبر منكم يا لعيبه الاهلي. ازاي تفرط في مباراه يعني 3 نقاط؟ ما تقوليش خارج الديار، وما تقوليش الهلال السوداني فريق قوي، وما تقوليش حاجات كتير. اه، انت بتلعب خارج ارضك، بس هو كمان بيلعب من غير جمهور. ازاي تفرط في 3 نقاط كانوا سهلين بالنسبه لك؟ على الاقل كنت رجعت بنقطه. ازاي يا لاعيبه الكوره، يا لاعيبه الاهلي، تلعبوا برعونه؟ هو انتوا فعلا لسه هناك في المونديال؟ لسه ما رجعتوش من مونديال كاس العالم للانديه؟ هو انتوا اتفاجئتوا فعلا ان الهلال السوداني اللي بيلعبكم وانتوا كنتوا امبارح بتلعبوا ريال مدريد؟ لا، لا يا لاعيبه الاهلي، لازم تفوقوا شويه. لازم الرعونه دي تنتهي، والا هتلاقي نفسك حصاله زي ما بيقولوا. 3 نقط راحوا، 3 نقط ضاعوا من الاهلي، سواء كان على ارض الاهلي ولا بره ارض الاهلي. السودان او الهلال السوداني كان بيلعب بدون جمهور، يعني زيه زيك بدون جمهور، اللهم الا اعضاء مجلس الاداره النادي وابنائهم، يعني زينا بالظبط. ما احنا برضو كان معانا اعضاء مجلس اداره بره على الخط او في الاستاد. طيب، اللعيبه في تراجع مستوى ملحوظ لشريف ومحمد طاهر محمد طاهر. بيرسي تاو، انا ما اعرفش ازاي كولر صابر على بيرسي تاو. هو بيرسي تاو ده عامل لك عمل؟ هو بيرسي تاو ده عامل لكل المدربين اللي جم في الاهلي من يوم ما جه وحط رجله في الاهلي، عامل لهم عمل؟ انتوا مصرين على بيرسي تاو ليه؟ بيرسي تاو خلاص عامل زي الخيل اللي عايز الطخ. يا جماعه، بيرسي تاو مش قد الاهلي. في لعيبه بتلعب في الاهلي ما ينفعش يلعبوا في الاهلي صراحه، ما ينفعش يلعبوا في الاهلي، واولهم بيرسي تاو. اولهم بيرسي تاو. الصفقات الجديده لازم تتفعل. ال 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 الناس اللي بتبين رعونه في الملعب على طول لازم المدرب يعاقبها، لازم يشدها بره الملعب. طاهر محمد طاهر بيلعب برعونه ومش عارف، يعني مش عارف هو يعني في وعيه ولا هو ازاي بيجري على الكرة وكأن هو يعني بيجري على حاجة مش عايز يعملها. شريف، ما اعرفش، مش لا تعليق. لكن انا بلوم على كولر. ازاي تسيب واحد زي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر في المباراتين الاخرتين؟ الاثنين كان مستواهم لازم يغيروا. بتغيب في التغيير وتتاخر قوي 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 عما بتغير. وده الاهلي يا جماعه، ده الاهلي يعني الدقيقه واللحظه بتفرق. وجود اللاعب في الملعب. هو يبقى لاعب ما بيديش تسيبه ليه؟ صبر عليه ليه؟ يعني هو بيرسي تاو ده هيعمل ايه يعني؟ هيعمل سايبه ليه؟ هيعمل ايه؟ قول لي كده هيعمل ايه؟ طيب نرجع تاني بقى لموضوع خناقه الشناوي. الشناوي يعني مذنب، ليه حق وعليه حق. انت يا شناوي حارس مرمى كبير، حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر، وعندك يعني من الامكانيات والكاريزما، وبعدين انت كابتن، انت كابتن الاهلي. ما يصحش انك انت تروح تعمل خناقه، ما يصحش تفقد تركيزك وتروح تعمل خناقه حتى لو كان طبيب الهلال السوداني غلطان. كمان الفيفا حول الموضوع للتحقيق، لان الطبيب السوداني او الطبيب السوداني تجاوز كل الحدود. اولا تلفظ على الشناوي بالفاظ غير لائقه، ويعني وحط تحتها خطين يعني ايه غير لائقه. الحاجه الثانيه انه بعد المباراه وبعد ما الشناوي كان بيعاتبه رش بنج في وش محمد عبد المنعم، رش عليه بنج، يعني عاضد في دراعه زي ما بيقولوا. ففي تحقيق شامل هيوصل نتائجه لفريق الهلال السوداني من الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي حول الموضوع برمته، كل اللي حصل وكل ما حدث في المباراه للتحقيق. نامل ان لاعيبه الاهلي يفوقهم، لاعيبه الاهلي يسيبوا الرعونه ديت. احنا عندنا بدل الواحد واثنين، بدل الواحد في مكانه واحد واثنين وثلاثه. عاقب يا مدرب، عاقب اللي عنده رعونه يقعد على الخط. انت عندك بديل في كل خط، عندك بديل في كل خط. لكن
الاهلي نشوفه بالشكل اللي شفناه ده، مش عايزين نجامل ونقعد نقول الاهلي وكانوا راجعين والارهاق عايزين نجامل. لا، كان في رعونه في الماتش، كان في رعونه في المباراه، ما فيش فيها كلام. لازم يبقى في خطوه وتصرف احسن من كده. انتهت حلقتنا. يا ريت تتابعونا ودايما معانا. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وان شاء الله هتسمعوا كل جديد في المباريات اللي جايه، الاهلي والكوره في مصر عامه. تحياتي، مذيع كوره.